السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا متابعين في الدنيا كلها، يا رب جميعا تكونوا بخير وسعادة وراحة بال. النهارده هعمل معاكم فكرة. طبعا انا صورت الفيديو ومش عارفه اذا كانت الفكره هتبقى حلوه ولا لا، بس لما صورت الفيديو ولقيت الفكره في الاخر حلوه وعجبتني، قررت ان انا انزل لكم الفكره دي. الدرس ده بتاعي ودايما لما بلبسه بيبقى مفتوح كده وبيضايقني قوي في اللبس وبتكعبل بقى وبيزهقني في المواصلات. المهم ان انا عملت الفكره دي، ولما لقيت النتيجه كويسه حبيت ان انا اشارككم الفكره علشان تقدروا انتوا كمان تنفذوها وتبقوا لابسين الحاجه كده وانتوا مرتاحين فيها. المهم ان انا عشان انفذ الفكره دي محتاجه قماشه تكون عرض حوالي 6 سنتي. فانا قررت اخد الحزام بتاع الدريس ده وهستخدمه. طبعا انا لقيت الحزام متني كذا تانية كده، فلقيت ان هو لما يتفك هيبقى النتيجه بتاعته مرضيه وهتبقى النتيجه بتاعته هي اللي انا عايزاها. فكيته بالشكل ده، وابتدي ان انا اقسم الشريط اللي معايا ده على مثلا حوالي 6 أو 7 سنتي بالشكل ده، من غير ما نقيس، يعني هو بالتقريب المقاس ده. انا هقفل الدريس بزراير بالشكل ده. وانا مش عارفه اذا كنت هلاقي نفس الالوان بتاعه الدريس ده ولا لا، فقررت ان انا اعمل زراير من نفس القماشه. وطبعا علشان كده انا فكيت الحزام بتاعه. بصوا بقى، الزراير دي بتتعمل بره يعني بمكنه كبس كده، فانا مش هوديها تتعمل بره وهعملها عندي في البيت زي ما انتم شايفين. سهله جدا وسريعه وما خدتش معايا وقت. شايفين عملت كذا زرار. انا لغايه دلوقتي مش مكرره اذا كنت هقفل الدريس للاخر ولا لا. المهم ان انا عملت كميه كده من الزراير، وهشوف انا هحتاج منها قد ايه. وعشان اكد لكم ان الزراير سهله جدا ان هي تتعمل في البيت، هعمل زرار كده قدامكم عشان تقدروا برضو تنفذوه في البيت. سهل جدا. هحط الزرار كده وابتدي ان انا اغطيه من كل الاتجاهات بالقماشه الصغيره اللي معايا دي زي ما انتم شايفين كده. هحتاج بس ابره وخيط، مش اكتر من كده. هبتدي ان انا اخيطها. عايزه اقول لكم ان الزرار ده هيطلع معاكم في الاخر جامد ومتين، ولا هيتفك في الغساله، ولا لو غسلتوه يعني مهما يتغسل مش هيتفك. هبتدي ان انا الف الخيط بالشكل ده واثبتها كده واربط الخيط في الاخر علشان ما تتفكش معايا خالص. بفكركم تاني، الناس اللي بتشوفني لاول مره تنزل بسرعه تشترك في القناه علشان يوصل لكم مني كل جديد، وكلها افكار ان شاء الله تعجبكم وتقدروا تنفذوها. طبعا حبايبي اللي بيتابعوني دايما ما تنسونيش بقى بالتعليقات بتاعتكم وتقولوا لي طبعا رايكم ايه في التعليقات. لان رايكم بجد يهمني جدا، بتشجعوني وبتقولوا لي برضو لو حد عنده افكار جديده وحاجات عايزيني يعني حاجه عندكم عايزين تغيروا في شكلها وقولوا لي، وممكن تبقى بالنسبه لي فكره جديده اقدر انفذها لكم على القناه عندي وكلنا نستفيد. طبعا لازم ان انا اعمل علامات، وعشان في الاخر الفكره تبقى مظبوطه وما يطلعش جنب وجنب يعني. لازم اعمل احط دبابيس كده عشان اضمن ان النتيجه في الاخر تبقى حلوه وما يطلعش جنب وجنب وما يطلعش مش مظبوط. واهم حاجه طبعا ان انا علامه الكتف اللي هنا اللي هي الخياطه بتاعه الكتف احطها الاول على بعض وابتدي اخد المقاسات. انا مش هقول لكم على مقاس معين لان ممكن تبداوا الزرار مثلا اول زرار ده حسب راحتكم، يعني عايزينه الزرار اللي فوق شويه براحتكم، عايزينه من اول من عند الصدر مفيش مشكله، عايزينه من تحت شويه ان هو بس تحطوا زرارين كده في النص وخلاص، حسب راحتكم. انا الفكره بالنسبه لي كلها في تركيب الزرار اللي هو بنفس الشكل بتاع الدريس. هنا انا ركبت الزرار. عايزه اقول لكم النتيجه في الاخر طلعت تحفه والزرار جامد جدا. بصوا بقى، وانا بركب الزرار انا ما ركبتش في الحته اللي هي المكان ما انا خيطت الزرار، لا، ومكان ما انا عملت الزرار في الاول خالص، لا، انا وانا بركب زرار في الفكره بتاعتي في الدريس انا خيطت الزرار كله، الدايره بتاعت الزرار كله علشان تبقى جامده معايا وما تتفكش. طبعا انا العروه دي مش هحتاجها خالص، فهشيلها لانها خلاص مش هحتاج حزام فيها، وهتبقى حلوه قوي ومش هيزهقني تاني وانا لابساه، ومش هيزهقني تاني في المواصلات. اتمنى يا رب الفكره تكون عجبتكم وتقدروا تنفذوها. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.